لما بنعمل اي اكل في الطواجن بيبقى ليه طعم تاني خالص، فتخيلوا بقى لو عملنا طاجن فراخ بالبصل. عايزاكم تتخيلوا الطعم هيبقى عامل ازاي. اكيد هيبقى حاجه كده خيال. انسي بقى شويه الفراخ المشويه والمسلوقه وجربي الطريقه دي. هنقول بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالوا نشوف وصفتنا. عايزين كميه بصل محترمه في الوصفه دي. كتري البصل لاني هتسيبي الفراخ وهتاكلي البصل من جماله وطعامته بجد. فهنقشر كده كمية بصل كده محترمة، وبعد كده هنغسلها ونقطعها جوليان بالشكل ده. معانا بقى فصين من التوم، فصين او 3 فصوص من التوم. الفصين بتوعي كانوا كبار فحطيت فصين بس. هكسرهم كده بالسكينة وبعد كده هقطعهم مكعبات. يعني انا مش عايزاهم مفرومين، انا عايزاهم مكعبات كده. بعد كده هننزل بالثوم والبصل في الطاجن بتاعنا بالشكل ده. ومعانا بقى البهارات بتاعتنا، معلقه صغيره من بهارات الفراخ، معلقه صغيره من البابريكا، وكمان معانا معلقه صغيره من السماق، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه ونص من الملح. وما تستغنيش عن السماق عشان بجد هيديلها طعم حلو جدا. هو ده اللي هيخلي الطعم مختلف قوي. هنقلب كويس جدا البصل والتوابل بايدينا بالشكل ده لحد ما نحس ان البصل كده ابتدى يطلع ميه معانا. وهو ده اللي احنا عايزينه. كمان هنضيف كده رشة أو ربع معلقة كده من القرفة، والقرفة بقى مش قادرة أقولك هتخلي الريحة عاملة إزاي. الريحة والطعم هتبقى في حتة تانية. بعد كده الفراخ غسلينها كويس جدا، مصفيينها تماما من المية. وبعد كده فتحتها كده من تحت الجلد بالشكل ده. هنجيب بقى البصل بتاعنا والتوابل وهنحاول بقى نعمل كده مساج بالبصل، وندخل كده البصل تحت الجلد بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد ما نتبل الفراخ بالبصل والتوابل هنسيبها بقى في التتبيله حوالي ربع ساعه، نص ساعه، ساعه، ساعتين، زي ما تحبي. انا سبتها حوالي ربع ساعه كده. وبعد كده قبل ما ادخلها الفرن هجيب معلقه صلصه معلبه، معلقه كبيره من دبس الرمان، معلقتين 3 كده من الزيت، وبالفرشه وهدهن الفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه ده قبل ما ادخلها الفرن بس، ومن غير ولا نقطة مية. وهندخل الفراخ الفرن بتاعنا من غير ولا نقطة مية، لان البصل اصلا هيطلع ميته فهيسوي الفراخ كويس جدا. معانا بقى ورقة زبدة بلينها علشان ما تلزقش في الفراخ بتاعتنا. بعد كده هنغطيها بالورق الفويل وندخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة. وبعد كده اول نص ساعة بس نحط الفويل. بعد كده هنشيل بقى الفويل وورقة الزبدة ونسيبها في الفرن، مش هنشغل الشواية خالص. هي هتستوي بدرجة حرارة الفرن وهتحمر بالشكل ده. عايزة اقول لكم بقى حلوة حلاوة مش طبيعية. الطعم خطير، البصل مش قادرة اقولك قد ايه طعمه خطير جدا. مع بقى قطعة الفراخ كده، ولا تبلنا ولا عملنا اي حاجة، وحطيناش توابل خزعبلية ولا اي حاجة صعبة. فالطعم حكاية، واللون زي ما انتوا شايفين كده، من غير شوايه ومن غير اي حاجه. قدمي بقى جنبها رز عيش زي ما تحبي، بس مش هتقدري توقفي نفسك وهتفضلي كده تاكلي من البصل. جربوها هتحبوها. ما تنسوش اللايك والمتابعه لو عجبكم الفيديو.